السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن شوية بارامتر جديدة داخل الديناميك بلوك، بحيث ان احنا نجمع اكبر قدر ممكن من الاستفادة داخل الديناميك بلوك. زي ما احنا عارفين اللي هو في بارامتر وفي اكشن وفي حاجة اسمها بارامتر ست. بارامتر ست دي بتجمع ما بين البارامتر والاكشن. يعني هنا في حاجات مختصرة، بدل لما انت تيجي تعمل بارامتر وبعد كده اكشن، في ممكن تعملها من بارامتر سيلكت مرة واحدة، بس انا بفضل ان انا اعمل بارامتر ثم اكشن. وفي هنا عندي حاجه اسمها كونسترين. الكونسترين دي لو عايز اعمل قيود، يعني انا بقول لو انا حركت الحاجه الفلانيه لازم تبقى مثلا في وضع افقي، في وضع توازي مع ده. دي شويه قيود انت تقدر تحطها في البارامتر، بس احنا كبتوع ميكانيكا مش محتاجينها قوي. ليه؟ عشان احنا بنتعامل مع حاجات عناصر ثابته. يعني مثلا ده لا اما حجمه بيكبر لا بيصغر. اما مثلا المعماريين فهم مثلا بيحركوا مثلا كرسي، ترابيزه، حاجات من دي، فشكلهم عندهم الاشكال الجماليه والكيرفات، فعشان كده هم بيحتاجوا القيود دي اكتر. فاحنا بنركز على البارامتر والاكشن. هنتكلم دلوقتي عن بارامتر جديد وهو اسمه اللوك اب. اللوك اب عشان تعمله فانت محتاج حاجتين تعملهم. الحاجه الاولانيه اللي انت تعملها، لازم تعمل بارامتر اسمه اللينير بارامتر، وبارامتر تاني او اكشن تاني اسمه السكيل. طيب علشان نعمل حاجه زي دي فاحنا هنيجي الاول نضغط على اللينير، ونيجي نقوم رايحين من هنا لهنا، وبعد كده نضغط على الديستانس ونروح على البروبرتيز وننزل تحت على البروبرتيز، نخليها بدل جروب واحد نخليها بدل اتنين نخليها واحد. بعد كده انا المرة دي بدل ما انا هتحرك حركة عشوائية، يعني تخيل كده معايا هاجي اعمل اكشن. الاكشن ده هو عبارة عن سكيل. السكيل بيسألني فين البارامتر، اقول له هو ده البارامتر. يقول لي فين الاوبجكت، اقول له هو ده الاوبجكت. اقوم دايس انتر فالاكشن اتعمل معايا. اجي اروح اعمل تيست للبلوك، نلاحظ مع بعض اللي ايه اللي حصل دلوقتي معانا. الاقيني انا بعمل استريتش بحركة عشوائية. يعني بص كده معايا، مقاس 2 براحتي، اكبر واصغر ايه براحتي. انا دلوقتي مش عايز اكبر واصغر براحتي، فانا هاجي على الديستنس ده واروح على بروبرتيز وانزل تحت هنا على حاجه اسمها الفاليو سيت، على حاجه اسمها الديستنس تايب، واخليه بدل ما هو نون اخليه هنا حاجه اسمها ليست. طيب الليست ده هيديني ايه؟ هخش هنا على حاجه اسمها ديستنس فاليو وادي له قيم، وليكن مثلا قيمه 1000 اد، وليكن مثلا قيمه 2000 اد، وليكن مثلا قيمه 1500 بلس طبعا القيمه الاساسيه اللي هو عليها. اوكي، دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ اما اجي اعمل سكيل دلوقتي مش هعمل سكيل غير في المقاسات دي بس. يعني تعالى كده اعمل معايا تيست، ما عادش هيكبر بطريقه عشوائيه، لا هو هيكبر في الديستانس دي بس. اجي هنا اضغط، اجي اتحرك الاقيه ما بيكبرش غير على المقاس ده. بص بص، ما بيكبرش غير على المقاس ده، ما بيكبرش غير على المقاس ده. يبقى دلوقتي بقت دي المقاسات المحدده اللي هي لها شرط خفيفه كده، لو انتوا شايفينها فيها شرط خفيفه قوي باينه، هي دي المقاسات بس. طيب هو ايه بقى اللوك اب ده بقى؟ اللوك اب ده عباره عن جدول او كتالوج انت بتعمله علشان تقول لي ان المقاس ده مثلا اسمه كذا، المقاس ده اسمه كذا، المقاس ده اسمه كذا، المقاس ده اسمه كذا. طيب نيجي نعمله ازاي؟ بنيجي هنا على بارامتر، نقوم قايلين له هنا اعمل لي حاجه اسمها لوك اب، واجي اقوم قايل له هنا اللوك اب، واجي هنا على الاكشن اقول له اعمل لي اكشن اسمه لوك اب. اما اجي اعمل اكشن يقوم قايل لي فين البارامتر، اقول له هو ده البارامتر، يتفتح لي القايمه دي. اضيف من هنا خاصيه. ايه الخاصيه؟ هي الديستانس. اوكي، اقوم قايل له الديستانس اما يكون مقاسه مثلا كذا اطلق عليه الاسم اف مثلا 1، اما يكون مثلا مقاسه كذا اضغط عليه اف 2، اما يكون مثلا 1500 سميهولي اف 3، اما يكون 2000 سميهولي اف 4، وندوس اوكي. يبقى دلوقتي بقى عندي حاجه اسمها لوك اب. اجي دلوقتي اعمل تيست، واما اجي اعمل تيست دلوقتي بقى عندي حاجتين. عندي اللي انا اقدر اعمل سكيل يدوي اهو، يدوي اهو، بلس اللي انا في هنا جدول علامه اهي، لو ضغطت عليها الاقي هنا حاجه اسمها اف 1، اف 2 تلاقيه لوحده، اف 3، اف 4. طب هو عارف المقاسات دي منين؟ علشان انا رابط اللوك اب، رابطه بايه؟ رابطه ببارامتر اسمه ايه؟ اسمه اللينير، او اللي هو اسمه الديستانس. طيب الديستانس ده ممكن اسميه اي اسم على فكره. لو انا ضغطت عليه هنا وجيت هنا في بروبرتيز جيت على ديستانس مثلا خليته ال، هتلاقيه سمع معايا هنا بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ال. تمام كده؟ يبقى دي كلها الاوامر اللي انا بستخدمها في اللوك اب. وشكرا لكم.